بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. ونحن في هذا اليوم وفي هذه الليلة في ضيافة بيت الشهيد مكي رحمة الله على روحه. هذه الشخصية الطاهرة العفيفة الشجاعة الذي انغمس في حب محمد وآل محمد. مكي من الشخصيات الذي ذابت روحها في حب الحسين. اللي عرفنا أنا على مكي رحمة الله على روحه الحاج عمنا عبد العالي ربيعي أبو صاحب رحمة الله على روحه، اللي كان بمثابة الأب ومثابة العم وبمثابة الخال والمربي. أبو صاحب كان شديد الخوف من السلطان الطاغي، لكن حب الحسين خلاه يضرب حاجز الصوت وحاجز الخوف وكل حواجز وكل متطلبات حزب البعث الفاشي. أبو صاحب رحمة الله على روحه كان ملازم ويانا في كل الشعائر الحسينية، عزاء، مسيرة مثلا، إحياء شعائر، بناء تكية، تحضيرات الموكب، ويانا. أبو صاحب كان ملازم رحمة الله على روحه. فتعرفت عن طريق أبو صاحب رحمة الله على روحه على مكي وأخوي وحبيبي إبراهيم، هم كانوا طلبة رحمة الله على روح مكي. فكانوا يتواصلون وياي، يعني كل خميس يجون للمحل هو وابراهيم، هذا ابراهيم موجود، نقعد نسولف. وهذه فاول سنه مشينا بيها المسيره الى كربلاء. احنا كنا نطلع مجاميع، بس نطلع مجموعه كبيره، بس لانه مضايقات هوايه ونكملها ما نقدر، فنطلع مجاميع. يعني المجموعه اللي كانت مرابطه ويانا انا وصاحب ومكي الله يرحمه وابراهيم، عندك حيدر الحج محمود ال رزوق الشيتب، نعمة الخليل، سعد ال عبد علي، الله يوفقهم ويحميهم، استاذ عماد الله يحفظهم. فاحنا من كنا نطلع انا ومكي كنا نقرا، لان كان ما تعرف الوالدين يطلعون قليلين ويانا، وكانت قراءاتنا كلها ضد النظام، لان النظام فاشي ابن فاشي، ما ممكن يعني احنا جاي عندنا معاناه. فكنا بالطريق نقرا، وكنا نقرا مستهلات، لان تعرف مو مستهلات العفو، نقرا موشحات، لانه البيت اللي نقيم بها مجالس هم الناس تخاف. مكي كان يمتاز بالاخلاق هو وابراهيم، يمتاز بالالتزام الديني. يعني انا اتذكر مره قلت لابراهيم مكي انت ابراهيم شو كل شيء ماكو، لا تشماغ لا هاي. قال مواساة لزينب، احنا نتحمل الشمس والحر مواساة لزينب، ما نلبس لا شماغ ولا. فمكي رحمه الله على روحه يعني كان نموذج رائع للالتزام الديني وللشخصيه الحسينيه وللعفه والشجاعه. يعني هذا بصراحه تفاجئت، لان هو كان من النوع الكتوم. هم كانوا الظاهر انه اكو خليه تنظيم عندهم ضد نظام البعث، فما كان يعني انا من اصدقائي واخوي ما كان يسولف، بس كتوم رحمه الله. لكنه من خلال احنا نسولف وحديثنا احنا احنا ناقمين على حزب البعث. مو انت نوبات يجيك واحد يقول لك سيد شو انتم بالدردشات الحسينيه نازلين على البعثيه، هو وين الشريف اللي بيهم؟ انا اليوم هسه بصراحه احنا اليوم في بيت الشهيد مكي الى اجمع من عفلاق الى قيام الساعه الى بقاء حزب البعث، كلهم هم وقادتهم سيد ولا عامي، والله ما يجون للشسع نعل مكي. لا والله. زين هذا الواقع اللي نحكيه. فاحنا من نريد نسولف على حزب البعث وعلى ايثاره وعلى اللي قام به هاي الشباب اللي حرموها من الحياه. فبصراحه يعني ولدوا عندنا جرح يعني بصراحه ما والله ما يندمج عداهم بالحسين ولمحبين الحسين. آخر ما أقوله أسأل الله بشرف الحسين أن يكون مكي شفيع لكل خدمة الحسين. نسأل الله أن يتغمد بواسع رحمته، أن يلهم أهل الصبر والسلوان. يعني بصراحة أنا كنت خارج القطر من وصلنا الخبر، بس لكن أنا لا حول ولا قوة. وصلنا الخبر أنا خارج القطر وقالوا إنه مكي هو والخليل وياه انعدموا استشهدوا. وأنا هسه اليوم إي والله يعني بصراحة تعرف يعني، وصار فترة يعني طويلة. أنا هسه أخوي سولفني والله حيل أذاني يقول والدته، وأنا ما ألومها لأن فقدت شاب وابن. ومكي والله الكريم يعني فد نموذج رحمة الله على روح مكي. أسأل الله أن يرحمه برحمته وأن يرحمنا بمكي بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.